بمناسبة الحرب والصواريخ اللي عمالة تترمى يمين وشمال، فدول 5 ترشيحات لأفلام هتعيشك في مود الحرب وتهيأك لأي نواش جاي. أول واحد معانا هو هاكسو ريدج، واللي بيحكي عن عسكري متدين اتعهد إنه ما يشيلش سلاح أو يأذي بني آدم. هتقول أمال هو متطوع ليه؟ هقول لك ما هو ده بالظبط اللي قالوه له لما راح، وقعدوا يتريقوا عليه وعلى جسمه الضعيف، بس هو كان مصمم ان هو يقدر يخدم بلده من غير ما يشيل سلاح او بندقيه. الفيلم ده بالنسبه لي واحد من افضل الاداءات لاندرو جارفيلد، واللي حطيته على الخريطه ان ما كانش الافضل. تاني واحد معانا هو فيوري، واللي بيورينا قد ايه الحرب دي شيء بشع، وقد ايه الناس بتتلكك وبتستنى اي فرصه علشان ياكلوا في بعض ومن غير رحمه، وده اللي بنشوفه مع براد بيت والطقم بتاعه. اما التالت هو اول كوايت اون ذا ويسترن سايد، واللي بيورينا برضو الحرب وبشاعتها بس من منظور تاني، لاننا اول مره في الفيلم ده هنعدي الضفه ونشوف الحرب ولكن من منظور الالمان. 1970، اللي لازلت لحد دلوقتي مش مستوعب الفيلم ده ازاي يتصور بالشكل ده، واللي بيورينا برضو الحرب بس المره دي من منظورنا احنا. ايوه، لان الفيلم ده والستايل اللي اتصور بيه واللي هو الوان شوت او الوان تيك بيحسسك ان انت اللي في قلب الباتل فيلد، مش بس بتتفرج. وور ماشين من اخوات بيتعادوا ان هم يخشوا زي بروجرام كده زي الصاعقه عندنا، ولكن للاسف واحد منهم بيموت والتاني بيعيش، فبيقرر التاني ان هو يخش البروجرام نيابه عن اخوه، بس فجاه بتظهر له حاجه لا كانت على البال ولا على الخاطر، فيا ترى هيعمل معاها ايه وهيقضي عليها ازاي. وبس كده، دول كانوا 5 افلام هتعيشك في مود الحرب، ولو انك مش محتاج يعني. فلو عجبك الكلام متنساش لايك شير وفولو.